وسعدتم ظهيرة أينما كنتم يا سادة والسيدات. من الفضائل التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. تطور مشاركة المرأة في التعليم بإقليم عنسبة. دعوة لتعزيز دور الآباء في التعليم. تقوية التعبئة الصحية في الإقليم الجنوبي. زعماء قرب أفريقيا يتعهدون بقتال المتشددين بعد هجمات بوركينا فاسو. وقافلة المساعدات تغادر القوطة الشرقية قبل إنهاء مهمتها. وزير خارجية فرنسا يزور إيران لدعم الاتفاق النووي. أهلا بكم للتفاصيل. قال مسؤول المدارس الثانوية في إقليم عنسبة الأستاذ تغلس بزرعي أن مشاركة وتفوق المرأة في المرحلة الثانوية شهد نموا ملحوظا، وأشار إلى وجود 18 مدرسة ثانوية 4 منها خاصة في الإقليم، وأن المدارس التي شهدت نموا في مشاركة وتميز المرأة هي التي لا تبعد عن الطرق المسفلتة وتتوفر فيها الكمبيوترات والمكتبات والمعامل. وأوضح المسؤول بأن 56 طالبة كن من الطلاب 110 الذين سجلوا نقاطا من 90 إلى 100 في العام الدراسي السابق، و64 طالبة كن بين 105 طالب متفوق هذا العام. وذكر سيادته عن توجه حوالي 11,000 طالب من الإقليم إلى مدرسة ورسي كالو من عام 2011 وحتى 2017، ونسبة 45.2 منهم طالبات حصلت 36.2 منهن على النقاط المؤهلة لدخول الجامعات. دعا المعلمون ولجان الآباء لتعزيز دور أولياء الأمور لتقوية النتائج التعليمية. وأوضح مدير مدرسة البحر الأحمر الثانوية السيد قريش كدانة أن أولياء الأمور لهم الدور المركزي في العلاقة الثلاثية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشددا على أهمية إقامة لجنة الآباء لمتابعة الطلاب وتقوية النتائج التعليمية. وقال سيادته أن إيجاد الحلول للمصاعب والنواقص التعليمية من خلال التنسيق بين المعلمين وأولياء الأمور عامل مهم لتعزيز نتائج الطلاب. وذكر أعضاء لجنة الآباء أن الانضباط الجيد أساس النتائج المميزة، لذلك يقومون بالتعبئة لتحقيق ذلك ومساعدة الطلاب تعليميا وتشجيع الطلاب المميزين وتصحيح المتهاونين ومتابعة أوضاع الطلاب. وأكد المعلمون على أهمية إقامة لجنة الآباء للدفع بالأنشطة التي يقومون بها، داعين أولياء الأمور للقدوم إلى المدرسة دوريا للتعرف على أوضاع أبنائهم. قدم فرع وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي سيمينارا ل20 من أعضاء الوزارة وشركاء الناشطين في التوعية الصحية تحت شعار تطوير التواصل، وذلك من أجل فعالية التعبئة الصحية في أوساط الشعب. وفي السيمينار الذي عقد في 27 من شهر فبراير إلى 2 من شهر مارس الجاري في مدينة دبروة، قدم المهنيون توضيحا حول معنى وأهمية التواصل والحوار واستراتيجية وفعالية وأساليب النقاشات وتأثيرها الإيجابي والسلبي. وقال المهنيون أن الدراسات الدقيقة وخلفية المستمعين ووسيلة التواصل والتعرف على الحالة الذهنية لدى المستمعين من العوامل الهامة، موضحين بأن استخدام التواصل والنقاشات بطريقة علمية يكون له فعالية أكبر. وفي الكلمة التي ألقاها مسؤول فرع وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي السيد يمان هيلاي، قال أن هدف السيمينار هو لرفع كفاءة الأعضاء من أجل تعزيز وعي المجتمع ومكافحة العادات الضارة، معربا عن أعماله للاستفادة من السيمينار للقيام بحملة تعبئة ناجحة. أعلن مدير مديرية حلحلة السيد حامد محمد علي أن عملية تجميع القرى أنجزت بنسبة 80% نتيجة المبادرات الشعبية وتنسيق المؤسسات المعنية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده في الفترة من 18 وحتى 27 من نوفمبر الماضي لسكان ضواحي ملبسو وماي أوالد ورهي وفشمكو وغبي ألبو. وأشار مدير ضحية ملبسو السيد محمد علي صالح إلى العمل الجاري لإرسال مشروع المياه ل 590 أسرة تجمعت في ملبسو، حيث يتوقع اكتماله في غضون أسبوعين. وذكر عن القيام بأنشطة نفير مرتين في الأسبوع لحماية التربة وحفظ المياه التي تساهم لاستقرار التربة. وأوضح السكان بأنهم يعملون بالتعاون مع لجنة التصدي والتنمية لضمان تنفيذ فعال لبرامج التنمية الجارية في مناطقهم، داعين للاهتمام بمواصلة العمل المتوقف لبناء عيادة وسد ضاحية قرست، واستمرار مد التيار الكهربائي والإشراع لصيانة مركز الشباب. وتبعد ضاحية ملبسو مسافة 65 كيلومتر إلى الشمال من كرن وحوالي 20 كيلومتر من حلحل، وفيها 5 نقاط توزيع المياه ومدارس من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية ومركز صحي وخدمات الهاتف النقال. يقوم الاتحاد الوطني للمرأة بجهود تقوية التنظيم لضمان المشاركة الفاعلة للمرأة في جميع المجالات واستفادتهم من الخدمات. وأوضحت مسؤولة المرأة في المديرية السيدة آمنة سعيد في الاجتماع الذي نظمه الفرع بالتعاون مع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ضاحية حشاكيتو أن جهود حثيثة تبذل لتقوية التنظيم وصولا إلى القرى لتحسين المشاركة غير المتوازنة في التعليم ومكافحة العادات الضارة وإنجاح البرامج الموضوعة. من جانبه أوضح سكرتير الجبهة الشعبية في المديرية السيد عبد الكريم عمر أنه لا يمكن تحقيق التطور المنشود دون مشاركة المرأة، داعيا لمواصلة جهود تقوية مشاركتها واستفادتها من الخدمات. وقدمت في الاجتماع الجوائز للفائزين بمسابقة المعلومات العامة المنظمة بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة. المشاهدون الأفاضل، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. قال رئيس بوركينا فاسو مارك روش أن بلاده ستقاتل وستهزم المتشددين رغم هجوم شنهم متشددون إسلاميون في العاصمة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات. وانضم روش إلى رئيسا الجارتين توغو والنيجر في استعراض للتضامن فيما بينهم ومع فرنسا التي أرسلت قوات قبل نحو 5 أعوام لمنع المتشددين من السيطرة على مالي المجاورة. وألقى الهجوم المزدوج الضوء على المخاطر المتزايدة التي يشكلها المتشددون في منطقة ساحل الصحراء بعد 5 أعوام من التدخل الفرنسي. كذلك أكد رئيس الوزراء المالي سوميلو بوبي ماياغا في باماكو أن الدولة باتت أكثر حضورا في وسط البلاد بعد الهجمات المتكررة. اضطرت قافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة التي أرسلت إلى القوط الشرقية المحاصرة في سوريا إلى المقادرة قبل إتمام إفراغ حمولتها بسبب القصف. وأفاد مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن القافلة وهي الأولى منذ منتصف شهر فبراير أفرغت قدر المستطاع من حمولتها في دوما، لكنها قادرت بعد نحو 9 ساعات. وأوضحت المفوضية أن 10 شاحنات من القافلة التي ضمت أكثر من 40 شاحنة لم تتمكن من إفراغ حمولتها. وقتل 719 شخصا على الأقل خلال الأسابيع الماضية في القوط الشرقية، بينهم الكثير من الأطفال. وأعلن الهلال الأحمر السوري في وقت سابق دخول 46 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وإيصالها لنحو 27,000 شخص، فضلا عن مواد طبية لأكثر من 70,000 شخص ببلدة دوما. زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إيران ليشدد على التزام أوروبا باتفاق نووي أدى إلى فتح الاقتصاد الإيراني أمام الاستثمارات، وطرح أيضا نفس المخاوف الأمريكية بشأن برنامج طهران الصاروخي ودورها في صراعات إقليمية. ويسعى لودريان لإنقاذ الاتفاق النووي الذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه إلا إذا ساهم حلفاء بلاده الأوروبيون في إصلاحه بإجبار إيران على الحد من نفوذها في الشرق الأوسط وقبح جماح برنامجها النووي.
وبعد محادثات صعبة مع مسؤولين إيرانيين كبار قالوا جميعهم أن طهران لن تذعن للضغوط الغربية الداعية لوقف تجارب الصواريخ البالستية. قال الوزير الفرنسي أنه لا يزال هناك العمل الكثير يتعين القيام به مع إيران في هذا الشأن. شاركت مئات الكلاب وأصحابها في سباقات عدو المسافات كيلومتر ونصف الكيلومتر و3 و5 كيلومترات في العاصمة الفلبينية مانيلا، واستطاع البعض إنهاء السباق في أقل من 20 دقيقة، بينما أكمل الباقون السباق سيرا مع كلابهم أو اضطروا لحمل حيواناتهم حتى خط النهاية. وقال الفائز بسباق 5 كيلومترات للعام الثالث على التوالي أن السبيل للفوز هو التناغم في الحركة مع كلبه، ويتراوح رسم المشاركة في السباق بمسافاته المختلفة بين 10 و20 دولارا، ويذهب جزء من حصيلة السباق للجمعية الفلبينية لرعاية الحيوانات المعنية برعاية الحيوانات وإنقاذها، ويحصل المشاركون فيه على هدايا تذكارية وصورا عند خط النهاية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.